السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. والله معلش انا غايبة عليكم بقالي فترة كبيرة. يعني الواحد احبط من القناة صراحة، مفيش مشاهدات ولا كده، يعني احبط. فياريت تشجعونا بقى باللايكات والمشاركات في القناة عشان تكبر بيكم ان شاء الله. معانا ان شاء الله النهاردة هنعمل الحواوشي البلدي، يعني على اصوله وخطواته سهلة، وهيطلع جميل معاكم. الحواوشي على الجريل احنا قبل كده عملناه. لو ما عندكيش اللي هو الشوايه الجريل هتعمليه على طاسه، على جريل عندك، على البوتاجاز. يعني اي حاجه هو بيطلع جميل، بس الشوايه الجريل بتطلعه طري جدا وحلو. معانا طبعا نص كيلو بصل، ومعانا نص كيلو مفروم. احنا الاول هنفرم البصل اهو بالكبه. ممكن تفرميه بالمبشره، بالكبه، باي حاجه عندك يعني عادي. المهم ما تطلعوش ناعم قوي، يعني يطلع كده يعني خشن شويه اهو. ومعانا ربع كيلو فلفل اخضر. الفلفل الاخضر طبعا مهم جدا للحواوشي، بيديله طعم حلو. ولو عندك قرن فلفل احمر او قرنين برضو، بس انا ما كانش عندي بصراحه. هنفرمه برضو فرمه كده خشنه. كل الحاجات دي هنفرمها مع بعض الاول ونضيفها على المفروم. نص كيلو مفروم بيعمل معاكي كمية كبيرة جدا. يعني الحاجات اللي بنضيفها دي بتخليه يفرد معاكي كمية كبيرة. هنفرم الفلفل كده. انا بوريكم كل حاجة بالتفصيل عشان تبقوا يعني شايفين كل حاجة معايا زي ما بعملها بالظبط. يعني مش اقطع حاجة، كله يعني مصوراه اهو خشن كده، ما يبقاش ناعم خالص عشان المية بتاعته ما تنزلش. هنضيفه على الفلفل. يبقى كده احنا عملنا، فرمنا البصل وفرمنا الفلفل معانا. طبعا احنا مش بنحط طماطم خالص عشان ما ينزلش مية يعني. ده نص كيلو مفروم. معانا توابل الحواوشي اهي. جيبي كيس من اي سوبر ماركت يعني. ولو ما عندكيش ممكن تحطي بصل باودر وتوم باودر، او تحطي 7 بهارات. ده يعني لو ما عندكيش الاكياس دي مثلا قريبة منك. كزبرة، فلفل اسود. طبعا انت بتحط على حسب حاجتك. معلقة، يعني معلقة من كل حاجة كبيرة كده على حسب الكمية اللي بتعمليها. دي ال7 بهارات برضو انا حطيتها. ملح. كل الحاجات دي بنخلطها مع بعض ونعجنها كويس قوي قوي قوي. ولو عندك بقى ليا ضاني او منديل طرب وتبشريه كده وتحطيه، ده بيدي الطعم الخطير بتاع المحلات بالظبط. هو كده يعني نصي هما بيعملوه باللي الضاني، بيسيحوها ويشوحوه فيها، وبيحطوا جوه الحاجة بتاعتهم دهون كتيرة جدا. لازم الدهون في الحواوشي عشان يطلع جوسي من جوه وحلو. لكن اللحمة بتبقى صافية، ما بيبقى ناشف يعني. وطبعا شوية زيت، حطينا شوية زيت لازم جوه العجينة دي. هنجيب طبعا عيش يكون من الفرن، يكون نص سوا عشان يطلع معانا لما تسويه يطلع معاكي يعني ما ينشفش ولا حاجة. فهتقولي له نص سوا هيديلك العيش من الفرن. هنحشي كده طبعا، نفرد العجينة جوه. طبعا ده سهل جدا وكلنا عارفين كده. وتدوس عليه كده من بره وتمسحيه بشوية زيت بالفرشة او بايدك كده، ونعمل ونركن لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها.
يعني اليوم من اسهل ما يكون هو الحواوشي، واكلة جميلة، والولاد طبعا كله بيحبها. بدل ما يجيبوها من بره الرغيف دلوقتي بقى 65 و70 وحاجات يعني ايه ملهاش اي لازمة، فاحنا نعمل الكمية بتاعتنا في البيت بكل سهولة. هنعمله طبعا الحواوشي برضو الاسكندراني بالعجين. معانا ده نص كيلو دقيق، بحط عليه معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة فورية اهي، وهنحط عليه معلقتين بما يقارب معلقتين زيت، وتعجني ده كله بمية دافية كده. لازم تكون مية دافية عشان الخميرة تتفاعل معها، ما تكونش سخنة. لو السخنة الخميرة بتاعتنا مش يعني هتموت الخميرة اللي هو المية السخنة قوي، تكون دافية يعني. هنقعد نعجن فيها كده لحد ما تلم معانا وتبقى عجينة عيش عادي. اخر العجين كده هنجيب معلقة زيت نلم العجينة بيها، هتبقى ملمسها ناعم وجميل جدا، ونسيبها بقى تخمر، نركنها على جنب كده تخمر. بعد ما خمرت شوية معانا هنجيب بقى هنقطعها قطع كده كور صغيرة، ونفرد بالحتة الصغيرة كده، تفردها بايدك مش محتاجة نشابة ولا اي حاجة. هنلم كده العجينة على الحتة المفروم اللي حطيناها، يعني هنحط المفروم في النص كده ونلم العجين عليها ونفرد كده بالراحة، نعملها يعني مدورة كده على شكل رغيف يعني. ونحط في الصاج بتاعنا بنبقى دهنينه زيت خفيف كده خالص، ونحط عشان ما يلزقش. ده اللي هنحطه في الفرن وسيبناه يخمر. طبعا معانا اهو الشوايه الجريل معانا دي يا بنات تحفة تحفة. يا ريت كل بيت لو واحدة هتقدر تجيبها في جهازها تجيبها، عشان هتنفعك في حواوشي في شاوي في كل حاجة. حلوة جدا. ولو عايزين اعمل لكم ريفيو عنها اشرح لكم ايه ميزاتها وعيوبها قولولي وانا اعمل لكم. اهو هنحط العيش الحواوشي عليها. طبعا سخنتها، ظبطت التايمر بتاعها يعني على حسب ما انت عايزه ايه، وسخنتها الجريل يعني. وبعد كده تسيبيها بقى وتغطيه وانت تشتغلي اي حاجه هي مع نفسها، مش هتعمل اي حاجه. جميله جدا وبتطلعه جوسي وطري جدا وحلوه قوي، احلى من الفرن بيبقى ناشف. والصاج اللي على البوتاجاز برضو مش بيبقى قد كده، ده بيبقى احلى. عايزه اقول لكم الريحه قلب الدنيا، يعني قلب البيت مش قلب يعني قلب العماره مش قلب الشقه كمان، جميله جدا. اهو طلع اللي في الفرن، بنحطه عينك عليه هو بيحمر، لو ما حمرش تدوري الشوايه 5 دقايق عليه وخلاص كده. ومن جوه بس بوريكم سخن جدا مش قادره امسكه، طعمه خطير خطير. وده اللي على الجريل هنقعد نقلب فيه بس كده، ما بياخدش اي وقت معاكي مادام ظابطه الجريل على العالي. عايزه اوريكم كده خلص ما شاء الله، بيفرد معانا كميه كبيره اوي. بص ده كله من نص كيلو مفروم، يعني مش اكتر من كده. واللي حطيناه الفلفل والبصل والحاجات دي هي اللي كترت الحاجه. الدهنة الضاني مهمة جدا او اي دهون يعني. بشكركم جدا.